عملت لكم اكله لذيذه جدا تنفع للعشاء في الصيف، اقتصاديه وسريعه وما بتاخدش وقت. اسمها ايه؟ مش عارفه. لحمه مفرومه بالسبانخ بالجبنه، جبنه باللحمه المفرومه والسبانخ، سبانخ. هي خلطه كده لذيذه قوي. تعالوا شوفوا بتتعمل ازاي. هنبتدي الأول بطاسة على النار، هنحط فيها شوية زيت زيتون مش كتير، وهنيجي دلوقتي عندنا تلت كيلو من اللحمة المفرومة. بصراحة أنا ما وزنتهاش، بس هي أكتر من ربع سنة صغيرة. جميل. هنشوح اللحمة المفرومة ونقلب فيها شوية 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 لحد لما تبقى لونها بني بالشكل ده. جميل. هنكون دلوقتي عندنا بصلاية فرمنها في الكبة، بصلاية حلوة كده، وهنحطها ونضيفها على اللحمة ونقلب شوية شوية. اهم حاجه النار ما تبقاش عاليه قوي علشان البصلايه ما تتحرقش، وتفضل محافظه على طراوتها وتبقى سوتيه لطيف. جميل. وطوا النار يعني. قلب 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 قلب. عندي بعد كده نص كيس من السبانخ المفرزره. يعني انا عشان مستعجله طلعتها لفتها لفه كده في الميكروويف، وفي الاخر برضو كانت لسه جامده، بس قعدت اكسرها بايديا كده اهو فاتقطعت واتكسرت، والباقي مع الحراره تدوب ما تقلقوش، وبالمعلقه كده كسروها وقلبوها كويس قوي قوي عشان تختلط مع اللحمه المفرومه والبصل. لو في سبانخ طبعا طازه، لو احنا في الشتاء والسبانخ الطازه تمام شغاله زي الفل، حلو جدا. قلبوا كويس جدا لحد لما تحسوا انها تمام وفكت وكل حاجه حلوه، بس ما تقلبوهاش زياده قوي يعني. عندي بقى في الوقت ده كنت بقطع طماطميتين مكعبات هحطهم على الخلطه. ممكن جدا مش طماطم، ممكن لو عايزين عندكم مثلا عايزين تستعيدوا تدوير الحاجه، لو عندكم صلصه مكرونه من اليوم اللي قبله تحطوها، صلصه بيتزا شغاله، ما تخلوهاش بس طماطم يعني. ملح بقى دلوقتي هنحط بس ما تكتروش، هقول لكم برضو عشان الجبنه. عندنا هنا دلوقتي فلفل اسود، وعندي البهارات، خلطه بهارات بتاعه الفراخ على فكره بحبها قوي، بحطها على حاجات كتير، وشويه سميه. كويس. قلبوا بقى كل المكونات دي مع بعضها، وخلاص دلوقتي تقريبا احنا مش محتاجين ان احنا يكون النار عاليه، وطوا النار بس مجرد ان الحاجات تختلط. دلوقتي الطاسه دي لو طاسه زهر بتدخل الفرن اوكي، لو لا هنجيب بقى صينيه زي الصينيه دي بايركس صغيره او كبيره حسب طبعا الكميه بتاعتكم، وفضوا كل المكونات فيها. هنيجي بقى دلوقتي عندنا طبعا امسحوا بقى الجوانب الحاجه كده، خلوا بقى حاجات فيها الشيكه. عندي بقى جبنه حلوم. جبنه الحلوم انا بجيبها، انا محتاجه مثلا 50 جرام، محتاجه 70 جرام حسب الكميه اللي انتم مستخدمينها. كويس. بقطعها ترانشات، وترانشات كده هي نفسها بتبقى جايه على بعضها حته واحده كده من عند الراجل، بقسمها نصين وهحطها بالشكل ده فوق وش الصينيه. كمان هحط شويه جبنه موتزاريلا. لو مفيش حلوم ما توقفوش، اعملوا برضو الطبق، بس مش لازم حلوم، ممكن تحطوا جبنه موتزاريلا مثلا وجبنه فلامنك، بس بلاش رومي عشان الرومي حادقه شويه مع الطماطم ومع البهارات ومع الملح، لا الموضوع هيبقى شويه هيبقى حادق قوي لو كنا حطينا رومي. نحطها في الفرن، الفرن مش هتقعد كتير، بس تبقى الشوايه هي اللي شغاله، الشوايه بس يا جماعه عشان عايزين جبنه تدوب وتبقى بالمنظر المبقلل الجميل ده. دي تاكلوها بالعيش المقرمش، او تغمسوها بالتورتيه، او يعني بصوا هي حاجه كده. انا عندي التورتيه اللذيذه دي اللي لونها بنفسجي، معموله هي من البنجر، لذيذه جدا. انا بجيبها من السوبر ماركت بتاع الحاجات الغاليه، وبخبي الكيس واقعد انا اكله لوحدي عشان ما حدش ياكله معايا. انتوا عارفين يعني الواحد يخلي باله من الحاجات دي. تعالوا نغمس وندوق. يا سيدي يا سيدي على الجبنه السايحه. واو، حلوه حلوه حلاوه في منتهى الجمال. لازم تجربوها، جربوها الصيفيه دي واحكوا لي رايكم فيها ايه. هتشوفوا قد كده سريعه واقتصاديه. اشوفكم الحلقه الجايه.